يحييكم يهديكم أجمل تحية. لننتقل بكم إلى أرضية هذه الصالة المميزة من صالة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، من مدينة الرفاع، رفاع العز، من نادي الرفاع أصحاب السعادة، من المحافظة الجنوبية. لننتقل بكم إلى هذا اللقاء المرتقب تحت بطولة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية، النسخة الرابعة لكرة القدم للصالات والأولى من نوعها لذوي الإعاقة 2016، بشعار هاشتاج ملتقى أندرسكور الأجيال. وطبعا هذه البطولة تنظم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين. إذن الصافرة بدأت منذ اللحظات القليلة بطاقم تحكيمي مكون من قبل حكم ساحة أول دولي، هو الحكم طبعا الدولي للفوتسال عبد الرحمن عبد القادر من حكام نخبة آسيا على مستوى دولي، وحكم الثاني حسين البحار، والحكم الثالث هو الميقاتي الحكم رامي الكعبي. إذن طاقم تحكيمي معتمد من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم في إدارة جميع مباريات هذه البطولة. واضح معك على الشاشة والصورة أعزائي المشاهدين الكريم. بالنسبة لهذه المباراة، فريق مركز شباب كرانة بشعار الأزرق يدخل في حراسة المرمى حسين الدلال بوجود كل من إبراهيم خليل 3 والسيد شرف 11 وصالح العجيمي 4 وجاسم أحمد 5. الفريق بقيادة المدرب ولاعب منتخبنا الكابتن جسام صالح عنان، مساعد المدرب الكابتن حسن فضل، والتيم مانجر مدير الفريق السيد نزار. بينما فريق الجسرة واضح معك على الشاشة والصورة بالشعار الأبيض، تشكيله حاضره بوجود عبد الله العميري في حراسه المرمى بوجود كل من عبد الله يوسف 4 سالم مبارك 8 عبد العزيز العميري 6 وعلي النيدي 3. فريق مركز شباب الجسره بقياده المدرب الخلوق الكابتن راشد خليفه العميري، مساعد المدرب غازي محمد، ومدير الفريق التيم مانجر احمد العميري. اذن الانطلاقه حاضره لهذه المباراه المرتقبه. مدة المباراة 40 دقيقة فعلية مقسمة على مدى 20 دقيقة كل شوط. وطبعا فريق كرانة يدخل هذه المباراة وهو يمتلك 3 نقاط بداية مشواره في البطولة، خسارته من أمام مركز الديه ب3 أهداف لهدفين، والفوز والتعويض على حساب مركز شباب ديمستان ب5 أهداف لهدفين. بينما الجسرة يدخل هذه المباراة بدون نقاط ويدخل هذه المباراة بتأدية واجب فقط، وهو خسارته في مباراة الأولى من أمام مركز شباب ديمستان ب6 أهداف لهدف، وخسارته من أمام مركز شباب الديه بأعلى نتيجة ب11 هدف. وإذن الهدف الأول، إذن فريق مركز شباب كرانة يأتي بأول أهداف المباراة عن طريق اللاعب جاسم أحمد اللاعب رقم 5 الواضح معك على الشاشة والصورة، ليأتي مركز شباب كرانة بأول أهداف هذه المباراة. بالنسبة للسوشيال ميديا ومتابعة أخبار البطولة أول بأول، طبعا مدير اللجنة المنظمة للبطولة ومدير المكتب الإعلامي للبطولة الأستاذ عمر بو كمال بو عبد العزيز يؤكد الاستعدادات جارية بكل قوة من أجل تواصل نجاح هذه البطولة، وأيضا يؤكد بعشاق ومحبي هذه البطولة عبر السوشيال ميديا عبر قنوات التواصل راح نكون موجودة معاكم. اتش طبعا SK ليج بتتبع أخبار البطولة أبديت أول بأول، ينزل معاك طبعا أخبار هذه البطولة، ويحسب يسجل أيضا التغطية الإعلامية المميزة من قنوات البحرين الرياضية، وخص فيها هناك أيضا رسالة أيضا مميزة لتغطية أحداث هذه البطولة اللي راح تتواصل معكم بإذن الله تعالى إن شاء الله حتى بداية الشهر القادم من شهر طبعا سبتمبر اللي تروح يكون برنامج نهائي راح يكون مميز، راح يكون حضور وجوائز أيضا للجمهور راح يتواجد معنا. إذن التنظيم يحسب يسجل لوزارة شؤون الشباب والرياضة لتنظيم هذه البطولة. ملعوب الكرة، إذن الجسرة كما ذكرت هي فقط تأدية واجب خاطر هذه. هدف ثاني علي حمران اللاعب رقم 8 لا والله اللاعب رقم 3 هو اللاعب رقم 3 إبراهيم خليل. إذن هدف ثاني كرانة يأتي بهدف ثاني، وربما تعذرني جماهير الجسرة ربما نشاهد مهرجان أهداف في هذه المباراة.
ربما قد نشاهد مهرجان أهداف في هذه المباراة، خاصة فريق الجسرة كما ذكرت يدخل هذه المباراة فقط بتأدية واجب، لكن مشاركة إيجابية تحسب تسجل لشباب اليسرة ومركز شباب اليسرة من خلال المشاركة الإيجابية ليسجل أبناء الجسرة حضورهم بكل قوة في هذه البطولة ومشاركة إيجابية. ودائما مركز شباب الجسرة والقائمين على مركز شباب الجسرة يؤكدون بأن وجود فريق مركز شباب الجسرة هو أيضا للمشاركة في نجاح وتواصل هذه البطولة. إذن هدفين في 6 دقائق فقط، هدفين في 6 دقائق فقط، هدفين. هذه إعادة للهدف الجميل. شوف الإعادة من مخرج المباراة، شوف التمركز الجيد يحسب للاعب رقم 3 هو اللاعب إبراهيم خليل. كرة ملعوبة خارج الملعب. لكل حكاية بداية، وحكاية بطولة مركز أو حكاية بطولة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية هي النسخة الرابعة، 4 سنوات متتالية بنجاح وتنظيم مميز يحسب يسجل للجنة المنظمة القائمة على هذه البطولة. وكما ذكرت التنظيم يحسب يسجل أيضا لوزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين. هناك أيضا من الرعاة الداعمين لهذه البطولة بيت التمويل الكويتي، وأيضا شركة كوكاكولا، وأيضا باتلكو، وأيضا شركة الفخامة للسيارات التي أيضا رعت لهذه البطولة. بلا شك هو واجب يحسب يسجل على كل شركة وكل مؤسسة محلية وحكومية أن تدعم الرياضة في مملكة البحرين. ملعوبة الكرة كرانة والبحث عن نقاط المباراة. فوز فريق كرانة ربما راح يؤكد ويضمن تأهله للدور الثاني. وكما ذكرت كرانة بقيادة المدرب الكابتن جسام صالح عنان، طبعا لاعب منتخبنا للفوتسال، والكابتن جسام صالح عنان من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم المدرب البرتغالي مستر جواو. وصلاح الكابتن جسام عنان تواجد في بطولة كأس الخليج العربي الأولى لكرة القدم للصالات التي أقيمت بدولة قطر الشقيقة، وحارس المرمى تدخل في وقت مناسب من قبل حسين الدلال الذي يبعد الكرة في وقت مناسب وقراءة جيدة، والذي كاد أن يأتي بهدف أول فريق الجسرة. إذن ملعوبة الكرة حلوة، يا سلام. عبد العزيز العميري، كرة مع فريق الجسر، الكرة بالخلف مقطوعة بالخطأ مع كرانة، وخطرة هذه إذا مشت صح. أكبر سعيد تمريرة، الله حلوة، والله حلوة لعبة ذكية وحلوة، والله حلوة، راحت حلوة وراحت هدف، طبعا راحت إلى الجول، راحت إلى الهدف. ثلاثية حلوة. شوف الإعادة مخرج المباراة، شوف الإعادة وكأنه يدرك ماذا أريد في هذه اللحظة ليتأكد لي بأن الكرة عانقت الشباك وادخلت في المرمى، وهدف ثالث. نعم 3 أهداف حتى الآن. مركز شباب كرانة يأتي ب3 أهداف. هدف رابع فقط في 8 دقائق، 8 دقائق وهدف رابع، معناته كل دقيقتين هدف، حلوة. 4 أهداف، إذن 4 أهداف. مركز شباب كرانة بشعار اللون الأزرق يتقدم حتى الآن ب4 أهداف مقابل لا شيء. إذن ترقب حاضر، مشاركة إيجابية، وطبعا كما ذكرت أيضا لجنة مميزة تحسب تسجل برئاسة اللجنة المنظمة العليا الأستاذ عمر بكمال، الذي يؤكد بعد العزيز مشاركة 32 مركز شبابي رياضي يمثلون مختلف محافظات مملكة البحرين بمشاركتهم في هذه البطولة برعاية كريمة واهتمام شخصي ودعم شخصي من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه، لدعم للحركة الرياضية والشباب البحريني من أجل أيضا نشاط رياضي لمختلف مراكز الشبابية الرياضية في مملكة البحرين. ملعوبة الكرة الجسرة والبحث عن هدف أول والبحث عن الفوز الأول. كرة مع كرانة بالشعار اللون الأزرق. المباراة هي طبعا ضمن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى كرانة الجسرة الديه دمستان ومركز شباب الديه الذي سجل حتى الآن أعلى نتيجة فوز في المسابقة ب11 هدف مقابل لا شيء،
هو الآن المتصدر على صدارة هذه المجموعة الثانية، بينما كرانة يبحث عن نقاط المباراة أيضا لملاحقة المتصدر فريق مركز دي، ويريد أن يؤكد ضمان تأهل إلى الدور الثاني. ملعوبة الكرة، جميع مباريات البطولة تدار من قبل حكام معتمدين من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم، وهناك لجنة مختصة هي لجنة طبعا كرة الشواطئ والصالات الذي ترأس الأستاذ الفاضل الزميل عارف المناعي. ملعوبة الكرة، تمريرة حاضرة، والكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج ملعب. لجنة منظمة تؤكد بأن أهداف هذه البطولة أهداف سامية، أهداف إنسانية أيضا بمشاركة أولى لذوي الإعاقة في هذه النسخة الرابعة. وطبعا الهدف من هذه البطولة هي الوحدة والترابط والمحبة والمودة بين جميع شباب مملكة البحرين وبمختلف المحافظات لتواجدهم في هذه البطولة في منافسة كبيرة في هذه البطولة الغالية التي تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه. كرة إلى خارج الملعب، 9 دقائق هو الوقت المتبقي، كما ذكرت 40 دقيقة مقسمة على مدى 20 دقيقة، 20 دقيقة فعلية، وتقام بشكل يومي 4 مباريات في الدور التمهيدي. الدور الأول اللي تقام جميع مبارياته على هذه الصالة المميزة بنادي الرفاع بالمحافظة الجنوبية، رفاع العز أصحاب السعادة والترقب حاضر، وكرانة يتفوق أداء نتيجة الجول. اللاعب رقم 3 والله يتألق اللاعب رقم 3 إبراهيم خليل. شوف الإعادة، شوف التمريرة، شوف التمركز، شوف التسديدة، هدف خامس. 5 أهداف في الشوط الأول. نتيجة كبيرة حتى الآن. مركز شباب الجسرة ربما يعاني أيضا من غياب بعض اللاعبين الأساسيين، كما يؤكد مدرب الفريق الخلوق الكابتن راشد خليفة العميري، اللي يؤكد بأن ربما الفريق يتأثر بشكل كبير بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في الفريق، وإعطاء الفرصة للاعبين الواعدين من الصغار من الشباب. رقم هذه المباراة بالنسبة طبعا لا هي تحصيل حاصل، هي تأدية واجب فقط في هذه المباراة. والعوب الكرة، يحاول إلى اللاعب العملاق، سدد، تباطأ فيها العملاق سالم مبارك، مقطوعة مرتدة، وخطرة هذه ربما هدف سادس، ربما يكون هدف سادس. تمريرة حلوة، جول الهدف السادس كران السيد عدنان، والهدف السادس حتى الآن 6 أهداف. نتيجة كبيرة، نتيجة ثقيلة، ومركز شباب كرانة يؤكد تفوقه أداء ونتيجة بأرضية الملعب. تحظى البطولة أيضا بتغطية إعلامية مميزة من جميع الصحف المحلية، خاصة هناك تغطية مميزة لها أيضا في صحيفة جريدة أخبار الخليج في الملحق الرياضي. هناك عبر السوشيال ميديا كما ذكرت بإمكان عشاق ومحبي هذه البطولة تتبعها عبر الانستغرام، الحساب الرسمي HHSK ليج، هيز هاينز شيخ خالد ليج، عبر الانستغرام أبديت أول بأول الأخبار والتغطية المميزة، مع وجود أيضا لجنة إعلامية مميزة بالتغطية الإعلامية. ملعوبة الكبرى حلوة، ملعوبة يحاول فيها اللاعب رقم 8 اللاعب الكبير سالم مبارك، مقطوع الكرة إلى رمية مرمى. إذن أيضا يطبق قانون لعبة الفوتسال في هذه البطولة، وراح أذكر بشكل سريع للمشاهد الكريم بالنسبة لقانون الفوتسال. طبعا القانون الفوتسال هناك أخطاء، 5 أخطاء، والخطأ السادس راح يكون ركلة جزاء سكة بنالتي باللغة الإنجليزية، وركلة جزاء على بعد 10 متر، بينما هناك المسميات رمية مرمى، وأيضا ركلة إدخال، والركلة الركنية، والركلة الحرة الثابتة من الخطأ. فقط 4 ثواني، الحكم راح يحسب 4 ثواني مع هذه اللعبات. هناك تايم اوت، بإمكان المدرب أيضا يطلب تايم اوت مرة واحدة في كل شوط. وطبعا هناك أيضا الباور بلاي، هو خطرة هذه في الجول، جول حلوة يا الأسمراني، حلوة إذن
العميري عبد العزيز الأسمراني يضع بصمة له في هذه المباراة، ويأتي مركز شباب الجسر بأول أهدافه. إذن الجسر يأتي بهدف الأول في شباك مرمى فريق شباب كرانة. إذن هدف ل6 أهداف مع آخر 5 دقائق. كما ذكرت بالنسبة طبعا للقانون التبديل أيضا كذلك هو مفتوح، والتايم اوت. وذكر المدربين جسام عنان والمدرب أيضا راشد خليفة العميري هناك تايم اوت بإمكان المدرب يطلبه مرة واحدة في كل شوط ملعب الكرة. بالنسبة طبعا للكرت الأحمر وحالة الطرد، الفريق راح يلعب ناقص لاعب واحد لمدة 2 دقيقتين، إلا إذا الفريق المنافس الآخر استطاع أن يستثمر حالة الطرد ويسجل هدف، ومن ثم بعد ذلك يشرك لاعب آخر طبعا غير اللاعب اللي حصل على الكرت، لأنه ما راح يلعب خلاص اللاعب اللي حصل على الكرت الأحمر. ملعوب الكرة، رمية المرمى، إذا ما تأخر حارس المرمى في تنفيذه في رمي الكرة راح يعاقب بركلة حرة غير مباشرة، بينما ركلة الركنية راح تتحول إلى رمية مرمى، وركلة الإدخال راح تتحول للفريق المنافس الآخر. يحاول يتابع، ألعب مع الصافرة. إذن هي آخر 4 دقائق أعزائي المشاهدين الكرام من عمر الشوط الأول. تأتي هذه المباراة ضمن فعاليات بطولة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية مع نسخته الرابعة مع الحلة الجديدة والأولى من نوعها لذوي الإعاقة 2016. المباراة أعزائي المشاهدين الكرام إذن لن تنتهي، بينما الآن هو تايم أوت، وقت مستقطع. قد طلب مدرب فريق مركز شباب الجسرة ومشاركة إيجابية تسجل لمركز شباب الجسرة. إذن كما ذكرت أعزائي المشاهدين الكرام 32 مركز شبابي رياضي يمثلون مختلف محافظات مملكة البحرين بمنافسة شريفة في هذه البطولة الغالية لبطولة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الرياضية، برعاية كريمة وباهتمام وبدعم شخصي من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، بدعم للحركة الرياضية والحركة الشبابية في مملكة البحرين. ونتواصل معاكم مع عدسة قناة البحرين الرياضية من خلال النقل لهذه البطولة لجميع مباريات هذه البطولة. إذا تايم أوت راح يستأنف اللعب، ويتبقى أعزائي المشاهدين الكرام 4 دقائق من عمر الشوط الأول. وكما ذكرت تحظى البطولة بتغطية إعلامية مميزة تسجل طبعا لقناة البحرين الرياضية، وجود رسالة مميزة بتغطية إعلامية، أخذ لقاءات مع اللعيبة ومع مسؤولين الفرق، وأخذ لقاءات أيضا مع الضيوف الحاضرين معنا من قبل طبعا سعادة النواب اللي يتواجدون معنا في كل مباراة من خلال هذه البطولة. إذن راح يستأنف اللعب والكرة إلى ركلة إدخال. لعبة الفوتسال، هذه اللعبة اللي كانت بدايتها حكايتها في عام 1930، وبدايتها أتت واكتشاف وانطلاقتها كانت من بلدة تشيلي بأمريكا اللاتينية. وتعرف لعبة الفوتسال وتلفظ لعبة الفوتسال بفوتسال دي سالا، فوتسال دي سالا. نعم، البرازيل، السيليساو، الكوباكابانا، ساو باولو هم أصحاب التصنيف المركز الأول على مستوى العالم، بينما يأتي منتخب أسبانيا في المرتبة الثانية. لعبة الفوتسال والبرازيل هم أصحاب أول بطولة كأس العالم أقيمت بهولندا عام 1989 هناك بمدينة أمستردام. والبرازيل السيليساو الكوباكابانا هم أصحاب طبعا إنجاز أول لبطولة الفوتسال. ملعوب الكرة، متعة. نعم، لعبة الصالات، لعبة كرة القدم تعتمد على الفتنس، تعتمد على اللياقة البدنية العالية. هذه اللعبة التي بدأت تنتشر على مستوى جميع محافظات مملكة البحرين على المستوى المحلي. هناك دوري رسمي أيضا ينظم من قبل لجنة مسابقات ومن قبل لجنة كرة القدم للشواطئ والصالات. وطبعا أيضا أقيمت أول بطولة لكأس الخليج العربي لكرة القدم للصالات بدولة قطر الشقيقة ودولة الكويت، هم أصحاب المركز الأول والبطولة الأولى.
ركلة إدخال، ملعوبة الكرة، تبقى النتيجة. أذكر أعزائي المشاهدين الكرام تقدم وتفوق فريق مركز شباب كرانة ب6 أهداف بشعار اللون الأزرق مقابل هدف مركز شباب الجسرة، والهدف أتى من قبل الأسمراني العميري عبد العزيز العميري. ملعوب الكرة مركز شباب كرانة السيد محمد، واضح من المدرب الكابتن جسام صالح عنان راح يعطي الفرصة لجميع لعيبته المتواجدة في دكة البدلاء، واعطاء الفرصة للجميع للتأكد على جاهزية الفريق. والكرة في صافرة، ملعوب الكرة حلوة سالم مبارك الاسمراني، راحت حلوة والله، تمريرة جيدة من سالم مبارك لا تصل، تغطية حاضرة ملعوبة يا سلام. سيد محمد يكسب خطأ في صافرة وخطأ لتبقى الأمور على ما هي. هذا هو السيد محمد سبع الواضح معك على شاشة الصورة، ومركز شباب كرانة بشعار اللون الأزرق يتفوق حتى الآن نتيجة وأداء في أرضية هذه الصالة المميزة بتقدمه ب6 أهداف لهدف. طلاقة البطولة من الأسبوع الماضي 8 أغسطس 2016، وراح تكون الختام والنهاية من يوم السبت الموافق 3 من سبتمبر من الشهر القادم بإذن الله تعالى. كرة لخارج ملعب، الترقب حاضر، 6 أهداف لهدف. كرة مع أكبر سعيد، تسديدة حاضرة مقطوعة، مركز شباب الجسرة حلوة العميري، تمريرة حطها في الجول، الله في جول، اوه حلوة والله راحت، حلو العملاق العملاق سالم مبارك، العملاق عملاق الجسرة، فرصة راحة. شوف خبرة هذا اللاعب خبرة، اللاعب طويل القامة سالم مبارك لاعب خبرة، وفرصة راحت. إذن مع آخر لعبة، مع آخر تسديدة بأقدام العملاق الكبير سالم مبارك لاعب الجسرة، ينتهي الشوط الأول بتقدم واضح وتفوق واضح يأتي لصالح الأزرق فريق مركز شباب كرانة ب6 أهداف لهدف. إذن أعزائي المشاهدين الكرام المباراة لم تنتهي، هو نهاية الشوط الأول، استراحة قصيرة فابقوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين الكرام نتواصل معكم من خلال الشوط الثاني في هذه المباراة. تأتي هذه المباراة ضمن فعاليات دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية، النسخة الرابعة لكرة القدم للصالات والأولى من نوعها لذوي الإعاقة 2016، هي مباراة المجموعة الثانية. إذن الشوط الأول انتهى بتفوق واضح أداء ونتيجة لصالح فريق الأزرق، فريق مركز شباب كرانة المتواجد في الجهة اليسرى بالنسبة للسادة المشاهدين الكرام، بينما في الجهة اليمنى هو فريق مركز شباب الجسرة. والشوط الأول انتهى بتقدم فريق مركز شباب كرانة بشعار الأزرق ب6 أهداف لهدف. وذكر بالنسبة للطاقم التحكيمي الثلاثي الذي يدير لنا هذه المباراة، مكون من قبل حكم أول دولي الحكم عبد الرحمن عبد القادر، والحكم الثاني الحكم حسين البحار دولي صالات، والحكم الثالث هو الحكم الميقاتي الحكم رامي الكعبي. إذن لقطة واضحة جميلة من مخرج المباراة ومن عدسة قناة البحرين الرياضية في الجمهور الحاضر هنا بمدرجات هذه الصالة المميزة بنادي الرفاع أصحاب السعادة رفاع العز، صالة مغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثرى. إذن مركز شباب كرانة ليؤكد تفوقه ويؤكد ضمان تأهله أيضا للدور الثاني. إذن هي مباراة من يوم الجولة الثالثة، وهي طبعا الجولة الأخيرة للدور التمهيدي أو الدور الأول. جميع مباريات البطولة تقام على هذه الصالة المميزة. كرة إلى خارج الملعب، وهدف فريق مركز شباب الجسرة سجله اللاعب المخضرم الاسمراني عبد العزيز العميري، وطبعا مشاركة إيجابية تسجل لمركز شباب الجسرة، كما يؤكد المدرب الخلوق الكابتن راشد خليفة العميري، والمساعد المدرب غازي محمد، والتيم مانجر مدير الفريق أحمد العميري، بأن طبعا مشاركة مركز شباب الجسرة لتؤكد على المشاركة
في أيضا نجاح تواصل هذه البطولة لبطولة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة القدم للصالات. كرة بالخلف، 32 مركز شبابي رياضي يشاركون في هذه البطولة ويمثلون مختلف جميع محافظات مملكة البحرين في منافسة شريفة. مركز شباب الزلاق هو بطل النسخة الماضية، مركز شباب سلمباد هو الوصيف، هو المركز الثاني، بينما مركز شباب كرانة هو طبعا صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية. التنظيم يسجل بتنظيم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين. ملعوبة الكرة عالية، 32 مركز شبابي رياضي يشاركون في هذه البطولة، وتأتي هذه البطولة برعاية كريمة وبدعم كبير من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه. ملعوبة الكرة. إذن ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، وكرانة البحث عن نقاط المباراة والتأهل، بينما مركز شباب الجسرة حتى هذه اللحظة حتى هذه المباراة هو طبعا يلعب هذه المباراة بتأدية واجب وتحصيل حاصل. خلاص الجسرة مشواره في المسابقة خسر مباراته الأولى من مركز شباب دمستان ب6 أهداف لهدف، وخسارته في المباراة الثانية بأعلى نتيجة في البطولة حتى الآن ب11 هدف مقابل لا شيء. خطرة هذه مركز شباب كرانة، عرضية وخارج الملعب، خارج الملعب. تبقى النتيجة على ما هي حتى الآن، بينما مدرب الفريق راشد خليفة العميري يطالب بلعيبته عدم التهاون وعدم التساهل، ويحفز لعيبته ويشجع لعيبته، رغم طبعا حتى الآن فريقه متأخر، لكن يريد أن يقدم مباراة وليؤكد حضوره ويؤكد أيضا تواجده. ملعوبة عبد الله يوسف اللاعب رقم 4، لاعب فريق مركز شباب الجسرة، قد يكون أصغر لاعب في المباراة إن لم يكن أيضا في البطولة، قد يكون أصغر لاعب في المباراة إن لم يكن في البطولة. حلوة عبد الله يوسف، كرة مع الجسرة يحاول يتابع، مقطوعة في الجول. حلوة حارس المرمى عبد الله العميري. ملعوبة الكرة طويلة إلى خارج الملعب. لعبة الصالات التي تعتمد على الفتنس، تعتمد على اللياقة، تعتمد على المهارة والحلول الفردية، وتعتمد أيضا على التسديدات القوية. لعبة الفوتسال التي بدأت تنتشر بشكل كبير في جميع محافظات مملكة البحرين، وهناك دوري رسمي ينظم من قبل لجنة المسابقات باتحاد البحريني لكرة القدم، ومن قبل لجنة الشواطئ والصالات لكرة القدم. يشارك في 6 فرق أندية. ملعوبة الكرة حلوة مع كرانة، مقطوعة، متابعة حاضرة، تنقطع مرة أخرى يتابعها إبراهيم أحمد، تمريرة مقطوعة من الأسمراني عبد العميري أخطر لاعب وأنشط لاعب، عبد العزيز العميري اللاعب الواضح معاك الآن على الشاشة والصورة، أخطر لعيبة فريق الجسرة اللاعب الأسمراني. ركلة ركنية و4 ثواني خارج الملعب بدون تركيز إلى رمية مرمى. وذكر أعزائي المشاهدين الكرام، يطبق قانون لعبة الفوتسال في البطولة بشكل سريع. راح أذكر القانون. الأخطاء التراكمية 5 أخطاء، ومن الخطأ السادس راح يحتسب ركلة جزاء سكند بنالتي على بعد 10 متر 10 متر. هناك تايم اوت، بإمكان المدرب يطلبه مرة واحدة في كل شوط، طبعا التبديل مفتوح. وهناك أيضا 4 ثواني فقط في تنفيذ رمية المرمى، ركلة إدخال، الركلة الركنية والركلة الحرة الثابتة. طبعا في حالة الطرد وحصول على كرت أحمر الفريق راح يلعب ناقص لاعب واحد، إلا إذا مدة دقيقتين طبعا، إلا إذا الفريق المنافس الآخر
استثمر حالة الطرد وطبعا سجل هدف. من ثم بعد ذلك يكمل عدد الفريق وبإشراك لاعب غير طبعا اللاعب اللي حصل على الكرت، لأنه ما راح يلعب، ما راح يواصل ملعوبة في الشباك الخارجية إلى خارج ملعب. لقطة للمدرب جسام صالح عنان، يرتدي طبعا الشورت الأحمر، لاعب منتخبنا على فكرة الصالات. ملعوبة حلوة 3 هو إبراهيم خليل، مقطوعة حلوة العملاق سالم مبارك. عبد العزيز العميري بالخطأ تنقطع الكرة. السيد عدنان جت شمال يحاول يتابع والكرة طويلة إلى خارج الملعب. 32 مركز شبابي رياضي يشاركون في النسخة الرابعة، والبطولة تقام بشعار ملتقى الأجيال. كرة مع جاسم أحمد، تسديدة حلوة قوية كانت من قبل إبراهيم خليل ويكسب منها ركلة ركنية لتبقى النتيجة على ما حتى الآن. سيطرة واضحة، رقم اجتهاد جيد من قبل فريق مركز شباب الجسرة، مشاركة إيجابية. عبد العزيز العميري، عبد العزيز اللاعب الأسمراني والله عامل إزعاج. نعم عبد العزيز العميري اللاعب الأسمراني لاعب عامل إزعاج، لاعب مجتهد ولاعب نشط. مقطوع الكرة منتصف الملعب بالخلف 8 هو علي حمران. كرة مع مركز شباب كرانة. أذكر أعزائي المشاهدين الكرام هي مباراة المجموعة الثانية، وطبعا اليوم هي ختام المجموعة الدور الثالث. وهدف هدف حلوة، متابعة جيدة من قبل 10 السيد عدنان، رقم متابعة حارس المرمى عبد الله العميري. إلا أن الكرة تعانق الشباك، الكرة نعم تعانق الشباك. وذكر بطولة دوري خالد بن حمد مراكز شبابية، منافسة كبيرة وتغطية إعلامية مميزة في هذه البطولة من هذه الصالة المميزة، صالة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه برفاع العز، المحافظة الجنوبية بنادي الرفاع أصحاب السعادة. حلوة والله، حلوة تسديدة في الجول. الله حلوة يا حارس، والله راح أقولها عبد الله العميري هو حارس، هو مدافع، هو الحارس هو مدافع. حلو والله، وراحت الكرة إلى خارج الملعب. تغطية مميزة، التغطية المميزة لهذه البطولة في جميع الصحف المحلية. أيضا بإمكانك تتابع البطولة عبر السوشيال ميديا بالحساب الرسمي في الانستغرام HHSK ليج، HHSK ليج، هيز هاينز شيخ خالد بن حمد ليج، عبر الحساب الرسمي الانستغرام. تغطية إعلامية أول بأول، الترقب إذن حاضر، سيطرة واضحة، أداء ونتيجة مركز شباب كرانة 7 أهداف لهدف، يتفوق في هذه المباراة بجدارة حتى الآن مع المباراة الأولى من هذا اليوم هذا المساء، بينما مباراة قادمة أيضا راح تجمع مركز شباب الديه ومركز شباب ديمستان. نعم شباب الديه الذي سجل أعلى نتيجة في البطولة حتى الآن ب11 هدف مقابل لا شيء. نعم مركز شباب الديه هو من سجل أعلى نتيجة فوز في البطولة. ملعوب الكرة وفي صافرة وخطأ. نعم الصافرة حاضرة وخطأ، خطأ لصالح مركز شباب الجسرة، والترقب حاضر. 7 أهداف لهدف، 7 أهداف لهدف. هي مباراة الجولة الثالثة والجولة الأخيرة والترقب حاضر. خطأ الآن لصالح فريق مركز شباب الجسرة. راح تلعب ملعوبة، تمريرة حاضرة، يتسدد ويتابع، تبعد الكرة مرة أخرى وإلى خارج ملعب. ركلة إدخال، حازم الشيخ على طول يلعب ركلة الإدخال، ملعوبة جهة الشمال، يحاول يتابع الأسمراني عبد العزيز العميري، بإمكانه يمرر، يتابع الكرة معاه، تنقطع الكرة ومع صافرة وخطأ، مع صافرة حاضرة وخطأ. هذا العملاق سالم مبارك، عملاق
فريق الجسرة، وإلى ركلة حرة ثابتة. فاول طبعا. ملعوب الكرة. أول تعادل سلبي في البطولة أيضا يسجل تحت فريقي شباب، مركز شباب لبستين ومركز شباب الوسطى. نعم، هو أول حالة تعادل سلبي. يعني الأمر غريب، لعبة الصالات قلة نادرة ما يكون فيه تعادل سلبي، لكن نعم مركز شباب الوسطى ومركز شباب لبستين يسجلون أول حالة تعادل سلبي 0-0 خلال الثلاث نسخ الماضية. مركز شباب الزلاق هو حامل اللقب، مركز شباب سلمباد هو الوصيف. حلوة يا حارس، حلوة والله يا العميري. عبد الله العميري هو الحارس، هو اللاعب، هو مدافع. سيطرة واضحة، خطرة هذه ممكن تلعب العرضية، وحلوة يا سالم يا مبارك. والكرة إلى خارج ملعب، إلى ركلة ركنية. إذن آخر 6 دقائق أعزائي المشاهدين الكرام، نلعب من عمر الشوط الثاني، وآخر 6 دقائق و7 أهداف لهدف مع صافرة وخطأ. ملعوب الكرة، علي النيدي يبدو تايم اوت او 5 اخطاء، راح نشوف. نعم 5 اخطاء، نعم طاولة التحكيم مع الحكم الثالث الميقاتي رامي الكعبي. هناك طبعا 5 اخطاء الان حسب النظام والقانون. طاولة التحكيم والحكم الميقاتي ينبه مدربي الفريقين عن عدد الأخطاء. نعم هناك 5 أخطاء الآن على الفريق، وحذاري من الأخطاء لأن أي خطأ الآن راح يكون ركلة جزاء سكند بنالتي 10 مترز. كرة إلى خارج ملعب، إلى ركلة إدخال. ملعوب الكرة مقطوعة حلوة، تمريرة وخطرة، فيه جول حطوا بالجول. أوه راحت حلوة والله، تألق فيها أيضا حارس مرمى حسين الدلال. ما زالت خطرة، عبد العزيز العميري. حلوة تمريرة فيها ذكاء ومتابعة جيدة من قبل حارس المرمى، وبعد ذلك إلى ركلة ركنية. أذكر 4 ثواني تمرير الكرة، رمية المرمى، ركلة الإدخال، والركلة الحرة الثابتة. 4 ثواني فقط لديك لتمرير اللعبة وتنفيذ اللعبة. مقطوع الكرة، سالم مبارك العملاق، تنقطع الكرة. إلى خارج الملعب، من قبل اللاعب محمد العميري. تمريرة حاضرة، تبقى النتيجة 7 أهداف لهدف. آخر 4 دقائق من عمر الشوط الأول. هي مباراة المجموعة الثانية، والصدارة تأتي لصالح مركز شباب الديه حتى الآن، وفوز فريق مركز شباب كرانة راح يضمن له الصعود والتأهل للدور الثاني. ملعوب الكرة، جاسم أحمد، خطرة هذه ربما نشاهد هدف، يقول الله، فرصة راحت. أكبر سعيد يهدر فرصة ثمينة. 6 اللاعب الواضح معاك الآن على الشاشة والصورة، يهدر فرصة ثمينة. ملعوب الكرة إلى خارج الملعب، كرة جهة اليمين. تقام هذه البطولة تحت شعار ملتقى الأجيال. ملعوبة مركز شباب كرانة، وبعد ذلك تتحول الكرة إلى خارج الملعب. ركلة إدخال، 4 ثواني على طول، راح يسدد، يتابع إلى خارج ملعب، إلى مركز شباب الجسرة. تلعب حلوة، في لمسة يد، الخطأ السادس لأنه متعمد اللاعب. نعم اللاعب رقم 7 السيد محمد، خطأ كبير. وطبعا الآن هو الخطأ السادس
ركلة جزاء سكة بنالتي على بعد 10 مترز، ركلة جزاء على بعد 10 متر، لأن يأتي هذا الخطأ من خلال الأخطاء التراكمية. حطها بالقوة، يقول محمد العميري، يقول العميري، محمد العميري اللاعب رقم 10 من ركلة جزاء سكن بنالتي من الخطأ السادس. الآن أي خطأ راح يرتكبه مركز شباب كرانة راح يكسب فريق مركز شباب الجسرة على ركلة جزاء سكن بنالتي. معناته الآن المدرب راشد خليفة العميري راح يطالب لعيبته بعمل ضغط لكسب خطأ، أي خطأ راح يكون ركلة جزاء سكن بنالتي. وحلوة حارس، حلوة الاثنين، حلوة لمحمد العميري وحلوة يا حسين الدلال، وإلى خارج الملعب. ركلة ركنية، ركلة ركنية الآن ملعوبة سريعة مرة أخرى يكسب منها ركلة ركنية. 4 ثواني محمد العميري، تمريرة سريعة متابعة لكوين، الكرة إلى خارج ملعب بدون أن تلامس قدم أي أحد من لعيبة الفريقين. سيد محمد تابعه بإمكانه يمرر، لاعب اللي عمل خطأ كبير إلى خارج الملعب. لعبة الفوتسال الصالات التي تعتمد على اللياقة البدنية، على الفتنس، لعبة الفوتسال اللي تم اكتشافها وانطلاقتها الحقيقية كانت من بلدة تشيلي بأمريكا اللاتينية في عام 1930، والبرازيل السيليساو هم أصحاب التصنيف الأول على مستوى العالم. وأول كأس عالم أقيم للعبة كرة القدم للصالات للفوتسال كان في عام 1989 بمدينة امستردام بهولندا. تسديدة حلوة العميري إلى خارج ملعب، إلى ركلة إدخال. الثواني الأخيرة والمباراة هي الأقرب لتكون نتيجتها لصالح مركز شباب كرانة. إذن 45 ثانية فقط ملعوبة الكرة، في دفع واضح وصافرة خطأ، هو الخطأ الخامس الآن على مركز شباب الجسرة. أي خطأ الجسرة الآن أيضا راح يكون ركلة جزاء سكن بنالتي. نعم 5 أخطاء. نعم ملعوبة الكرة، يحاول يتابع سيد محمد منتصف الملعب، أكبر سعيد تمريرة إلى خارج الملعب إلى ركلة إدخال. صالح العجيمي والعشر ثواني الأخيرة وإلى خارج ملعب. خلاص فريق مركز شباب كرانة خلاص. نعم إذن أعزائي المشاهدين الكرام، تأتي في هذه اللحظة صافرة حكم أول دولي، حكم فوتسال عبد الرحمن عبد القادر، مع صافرة الساعة الإلكترونية من هذه الصالة المميزة لصالة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه بنادي رفاع العز. نهاية هذه المباراة والشوط الثاني بتفوق واضح لصالح الأزرق مركز شباب كرانة ب7 أهداف لهدفين مركز شباب الجسرة. الصورة واضحة جميلة والروح الرياضية حاضرة. نقول مبروك مركز شباب كرانة، هارنك حظ أوفر لمركز شباب اليسرة ومشاركة إيجابية. شوف الروح الرياضية واللعيبة تصافح على بعضها. إذن لكم مني أجمل تحية. هذا ما حدثكم من أمام ميكروفون المباراة، معلق هذه المباراة خالد منشد، وتحية خاصة من مخرج المباراة حتى نلتقي معكم مع مباراة القادمة لبطولة خالد بن حمد مراكز الشبابية للصالات لكرة القدم 2016.